ازيكم حبايبي؟ ايه رأيكم النهاردة نعمل مع بعض حواوشي بسيط وسهل من غير تعقيد، سريع في العزومات، ما بياخدش معاكي وقت، بل بالعكس طعمه جميل. وزي ما انت عارفة ان احنا دايما بنقدم البسيط والسهل والسريع التحضير، وخصوصا ان احنا كلنا تقريبا بيبقى ما عندناش وقت. بصراحة ده كان عمايل اخوات جوزي او اخواتي بصراحة لما عملوا طريقة الحواوشي دي كانت جميلة وسريعة، وقلت لهم بصراحة لازم اصورها، لاني انا اتعودت اني في قناتي بنقدم كل حاجة بسيطة وسريعة وسهلة لكل اللي وقتهم دايما صغير وما عندهمش وقت ان هم يعملوا يعني خطوات كتيرة في كل أكلة. فاستأذنتهم وجينا مع بعض نصور الطريقة ازاي. اول حاجة عندي هنا فلفل الوان، اي فلفل نوع عندك قطعناه كده بالطريقة دي مكعبات صغيرة، تمام كده، بحيث ان احنا الفلفل بيخلي طعم الحواوشي جميل. بعد ما قطعناها قطع صغيرة بالشكل اللي معاك اللي انتوا شايفينه ده، اي حاجة موجودة عندك، اي نوع فلفل حتى لو كان الاخضر بس. وجبنا هنا على الكيلو اللحمة المفرومة طبعا حوالي 5 بصلات زي ما انت شايفاهم كده بالطريقة دي. بتحاول ان هي تفرمهم علشان يطلع ناعم يعني ينزمج جوه اللحمة، علشان يكون يندمج جوه اللحمة ويكون اللحمة أخدت من طعم البصل. وانتوا عارفين طبعا البصل بيخلي كل حاجة ليها طعم رائع. بعد عملية الطحن هنا هي بتخليه مطحون ناعم، بتحاول ان هي تفضيه في الطبق علشان يتحط له الملح والفلفل. هي حطت ملح وفلفل بس، ما حطتش اي انواع تانية. وحطت لا حطت كمان قطعة صغنونة قرفة، بهارات لحمة. كل ده بيخلي طعم اللحمة حلو، بس ولكن مش بأعداد كبيرة، بكميات قليلة بحيث اني تخلي طعم اللحمة ظاهر. جابت هنا بقدونس وخرطته على كمية اللحمة. برضو كل ما يكون فيها خضار كتير، او معنى اصح مش خضار، خضرة كتيرة بتخلي طعم الحواوشي حلو، بيديله النكهات بتاعته الحلوة. عندنا هنا البقدونس زي ما انت شايفة، الفلفل الالوان، عندنا البصل، كل التوابل اتحطت، وهتبتدي تمزجهم مع بعض علشان يختلطوا مع بعض، ويبقى اللحمة تاخد من نكهة البقدونس والبصل والفلفل، كل حاجة موجودة داخل الطبق ده. حاولت ان هي تعمل له اندماج مع بعض بحيث ان كمان اللحمة نفسها تفك وتبقى فيها انسيابية، وتبقى واخدت درجة النعومة الجامدة مع الخلطة اللي هي معمولة دي. زي ما بقولك هي ما بتاخدش منك وقت، سريعة، وخصوصا ان احنا يعني دايما وقتنا صغير، فعايزين حاجة سريعة وجاهزة. طبعا ادي العيش المصري الجميل الحلو اللي مفتقدينه فعلا. اول ما اتعمل بصراحة بيه طعم الحواوشي قلت لهم ده الحواوشي المصري الحقيقي فعلا. بنفس الطريقة كده عملت تقريبا، قسمت اللحمة على قد قطع العيش زي ما انت شايفة كده، بحيث ان يكونوا قطع اللحمة متساوية.
ومعانا هنا سمنة او لو عندك زبدة، المهم يكون طعمها حلو عشان تخلي ريحة الحواوشي حلو. دهنتها من جوه ومن بره بحيث ان هي تدي درجة الحمار والنكهة الحلوة للسمنة. بعد ما حطت اللحمة وزي ما انت شايفاها فردتها بالطريقة دي، هتدهنها من بره زي ما قلتلك بالسمنة، وهتلفها بالورق الفويل وهتدخلها الفرن. وطبعا هي بتقعد في الفرن تقريبا ربع ساعة، بتحمر بسرعة على درجة حرارة 200 ولحد ما تاخد درجة اللون. طبعا بتقلبها مرة على الوجه ده ومرة على الوجه التاني لحد ما تحمر. وخلصت معانا كده الحواوشي بالطريقة دي. يعني قد ايه زي ما قلتلك الحواوشي معمول بطريقة سهلة وسريعة. هبقى في مرة اوريكي برضو طريقته ممكن بالعجينة نفسها، لكن المرة دي استسهلنا بالعيش البلدي المصري. شايفة قد ايه جميل وروعة. مهما حكيتلك ولا وصفتلك مش زي ما انت تجربيها. اتمنى ان انت تجربيها وتعتمديها وتقولي لي رأيك في التعليقات، لان هي فعلا خرافة. وبجد بجد تسلم ايديهم، لانه عملوها بطريقة وبخلطة كانت قلبة ريحة المكان كله. كانت جميلة جدا، ربنا يخليهم يا رب. بجد يعني طريقتها حلوة وسهلة وما بتاخدش وقت. زي ما حكيت لك انا وكنت بقولك احنا كلنا تقريبا وقتنا ضيق، فمحتاجين حاجة سريعة ما تكملش معاكي على بعض 10 دقايق. هنقول 10 دقايق تعمليها، وربع ساعة في الفرن، نص ساعة تكون الأكلة دي معاكي جاهزة. حبيتي ان انتي تشيليها في الفريزر قبل ما تدخليها الفرن، وتقدري تخزنيها في الفريزر لأي وقت تكوني مستعجلة وعايزة تكون عندك الحاجة جاهزة. فانتي قبل ما تدخليها الفرن تحطيها في الفريزر وتحتفظي بيها لحين استخدامها. اتمنى تكون عجبتك وتكون الوصفة سهلة، واتمنى اشوفك في التعليقات، واتمنى كمان تشتركي معايا في الفيسبوك او في اليوتيوب، واشوفك في الفيديو الجاي. واتمنى تكتبي لي انتي من انهي بلد، وتعليقك الجميل ده منورني من انهي بلد. واتمنى تعليقاتكم الحلوة اللي بتشجعني وبتساعدني، وان انا اقدر ان انا استمر واكون معاكم في كل الفيديوهات. واشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.